وانا داخل اتفرج على فيلم فاست اكس كنت واخد قرار بيني وبين نفسي، ويمكن القرار ده انا اتهيأت له نفسيا من ساعه الجزء اللي فات. هو تحديدا من بعد الجزء الخامس في السلسله دي. حرفيا كده وانت بتتفرج المفروض انك بتفسي دماغك وانت بتتفرج، لان هو هنا مش بيهندلك الاكشن في نطاق الاكشن المبالغ فيه، لا هو داخل في مرحله الفانتازيا بقى. عارف انت داخل بقى في حته بقى في صواريخ، يعني اقول لك مش في طير وحاجات بتطير، هو حرفيا في صواريخ على غواصات على سفن فضاء على حاجات كده، اللي هي المساله يعني بقت تحتاج انك تبلع زيت عربيات عشان تعرف تبلع بعديها مشاهد الاكشن دي. ولكن انا مش هوتر نفسي، مش هبقى قاعد متضايق وكده، انا داخل زيها زي سلسله ترانسفورمرز، ابقى بقى قاعد عشان تسلي نفسك، الدنيا لذيذه يعني. ومن هنا انا كنت داخل فيلم فاست اكس متوقع ان خلاص يعني بعد اللي عملوه في الجزء التاسع هيعمل ايه، يعني هيخلي لي الصراع على كوكب تاني او كده، يعني الدنيا مش اموري. ولكن وانا بتفرج انا اتفاجئت من اللي حصل قدامي، لان انا حسيت ان هم اولا بداوا يعقلوا، والدنيا بدات تمشي في سكه حلوه، سكه حلوه بصراحه بقى. وتعالى اقول لك حلوه ليه. السلام عليكم. فيديو جديد ده فاكر فيلم فاست اكس اللي عملنا فين ديزل، وهو بيست من الرحله الطويله اللي بدات من اواخر التسعينات او اوائل الالفينيات، اللي المفروض تطور فيهم من مجرد ان هو بيتكلم عن لصوص سيارات قديم للصوص داخلين تحت جناح المخابرات الامريكيه وبينفذوا عمليات فيها صراعات نوويه وضد منظمات جريمه عالميه، والكلام بقى كبير قوي ووسعت قوي، والعالم طلعت الفضاء والموضوع بقى صعب قوي. ولكن يبدو الى حد ما بعد الجزء التاسع كده في ناس قالت لهم يا ولاد الحلال اللي انتوا بتعملوه ده خلى الدنيا داخله معانا في سكه الناس ما بقتش قادره تبلع بقى خلاص. اي نعم انتوا عملتوا ايرادات ممتازه، ولكن انت المفروض عايز حاجتين: اولا عايز الناس تفضل تتفرج، والنقطه الثانيه انت عايز تعمل كلوجر، تكفي السلسله دي بقفله كويسه. فانا هحرق لك حاجه كده على السريع. اولا المفروض ان هو هنا بيحاول يقفل الفيلم ده، هو القفله بتاع الاحداث او تطور الشخصيات الموجوده دي كلها، خلاص هو بيقفلها. ولكن الفيلم ده تحديدا هو جزء اول يقال من ثلاثيه هتكتمل، وده بتكتشفه وانت بتتفرج في نهايه الفيلم ان الاحداث لسه ما خلصتش، هو لسه مكمل بعد كده بتبوظ فيلم او فيلمين. طب هو عمل ايه بقى عشان يعمل الحته دي كلها؟ هو جاب اعتقد مخرج جديد مع كتابه جديده عشان يبتدي يمنطق الاحداث ويخلي العمليه مظبوطه على ارض الواقع عن طريق الكتابه. ازاي بقى يا سيدي؟ اخر جزء، وده فعليا وانا بتفرج كده عليه كنت بعتبره ممتع وجيد جدا، كان الجزء الخامس. ولو ان انا حبيت بعديه الجزء السادس عشان الظهور بتاع شخصيه اخو جيسون ستيتم شو. ولكن الجزء الخامس اللي قاموا فيه بعمليه البرازيل اللي خلالها انتزعوا الخزانه تمام وخرجوا بيها من بره، ده كان من امتع الاجزاء اللي كان لحد ما الاكشن ممتع ولذيذ وانت بتتفرج والدنيا لذيذه معاك. هو هنا بقى قرر ان هو يستكمل الاحداث او يبتدي يعمل الختام العاشر من احداث الخامس، فاستدعى فيلن موجود في الجزء ده بس ما كانش ظاهر، ولكن ليه علاقه قويه جدا بالاحداث، ويقوم هنا بدور جيسون موموا، واللي بيتضح ان هو كان ابن الشخص او زعيم العصابه اللي كان وقتها قائد الشرطه في البرازيل اللي هم سرقوه، وهو بيقرر الانتقام. وانت هنا بقى بتتعامل مع فيلن مكتوب بطريقه ممتعه. الراجل هنا بيستهدف كل عناصر القوة الموجودة عند عيلة توريتو، وبيبتدي ياخدهم كده يقلبشهم واحد ورا التاني، بل وبيستهدف برضه خصومه. يعني انت بتلاقي هنا شخصية سايفر الناس تحت رجله، وبعد كده الامر بيطول شو، بعد كده في مفاجأة بتظهر في اخر الفيلم انا مش عارف اقولها لك برضه عشان يبقى حرام عليا، اتفرج عليها واستمتع بيها جدا. تمام. هو عمال بيواجههم مواجهة عنيفة جدا وبيحاول الانتقام بصورة غير طبيعية، وهو حسب ما بتظهر لك كتابة الشخصية ان الشخصية غير مستقرة نفسيا، شخصية عنيفة جدا عندها رغبة غير طبيعية في الانتقام. في الوقت ده بيتطور كذا خط معايا: الخط بتاع سايفر، الخط دايما بتاع العائلة بتاع توريدو اللي من خلالها بيظهر لظهور اخوه جون سينا اللي كان موجود معانا الجزء اللي فات، وبيرتبط بدومينيك وبيحاول ان هو ياخده ويقربه بعيد عن السيطره. في الوقت اللي فريق دومينيك بيحاول ان هو يعمل عمليه مع نفسهم، ولكن بتنتهي بالفشل، او بمعنى صح بيقعوا في مصيده دانتي اللي هو الخصم البرازيلي الرهيب. ده بقى مش برازيلي واسمر يعني رقصه صامبا، لكن هو رقصهم كلهم صامبا حرفيا. في نقطه او عيب بسيط جدا في الكتاب، ولكن اعتقد ربما هيتداركوه في الفتره اللي جايه او في الافلام اللي جايه، ولكن هو بيمتلك موارد غير عادية، بيمتلك علاقات قوية جدا، وعنده رغبة غير طبيعية في الانتقام. ومن هنا بيبتدي كل الخطوط تتجمع،
بيحاولوا يجمعوا كل قواهم، بيحاولوا يوحدوا صفوفهم في مواجهه هذا الخصم الرهيب، لحد ما بتنتهي احداث الجزء اللي نقدر نقول عليه الجزء الاولاني ده وهم في حاله تفكك او في مرحله تساؤل قويه جدا، لانه يكاد يكون مسيطر على الاحداث تماما. فهل هيقدروا يرجعوا؟ هل هيقدروا يلموا كل الخطوات ويقدروا يواجهوه؟ انا اعتقد ربما حسب ما قريت برضه ان في جزء تاني وربما تالت هيحصل فيه، او يمشوها ازاي انا مش عارف. بس انا فعلا اتخلق عندي احساس وانا بتفرج على الفيلم ان اولا في استمتاع عالي جدا بالاكشن الممتع هنا، والاكشن القريب جدا من درجه نوعيه المطاردات ونوعيه الصراعات حتى اليدويه او القتاليه اللي كانت موجوده في الاجزاء الخمسه او السته الاولانيه، بعيد عن اللي حصل في اخر كام جزء. يعني باختصار شديد من غير ما احنا بقى او بنتكلم عن مزيد من الاحداث، هو بدا يرجع بيها الى شيء يعني يقلل التون شويه، يرجع بيها الى مساحه الى حد ما من العقلانيه كده اللي بتضبط الاكشن اللي موجود عندك، ويزود نسبه الصراعات الموجوده ما بين الشخصيات. وبالتالي انت بتتفرج على لعبه كده بتجمع مريض المايند جيم، ازاي هم هيقدروا يواجهوا لعبه الشطرنج ده مع الخصم البرازيلي. وفي نفس الوقت كل شخصيه تقريبا من الشخصيات اللي كانت موجوده عبر السنين اللي فاتت من حلفاء دومينيك توريتو ازاي هيبتدي يرجعها ويلاقي ليها دور فعال فعلا. ودي متعه بقى الفيلم هنا وانت بتتفرج، ان كل شخصيه ليها لاين معين مخصوص وتحس ان هو مؤثر جدا، تحس ان انت تشوف صراع كده صغير في كل لاين من اللاينات دي، سواء بقى اللاين بتاع سايفر، سواء لاين الجروب بتاعه اللي بيحاول ان هم يساعدوه، سواء لاين اخوه اللي كان ممتع جدا هنا على عكس الجزء اللي فات، حتى لاين شو اللي كان بيقوم بيه سواء هو ووالدته، واللي ظهر يمكن في النص التاني من احداث الفيلم، ولكن كان اضافه قويه جدا للفيلم. كل اللاينات دي كلها بتتجمع عشان توصل في الاخر ان هي الرحله هل هتكمل بعد كده في الجزء الثاني باي طريقه ولا لا، باي طريقه تخدم تطور الاحداث ده هيظهر معانا بعدين. طيب انا مش هتكلم اكتر من كده على احداث الفيلم. فعليا كفيلم اكشن ممتع جدا بالفيلم، تحس كده ان هو استفاقه للسلسله دي، لان هو بيخرج عن مش عايز اقول العك يعني، ولكن عن الفانتازيا. فاعتقد ان الاستفاقه اللي حصلت واستعاده الفيلم لاطار الاكشن ربما المحبب الى بعضنا شويه ام بي او سي ام بي، بتاع المخرج الفرنسي لويس ليتريال، وده عمل اعمال مشهوره جدا منها ذا ترانسبورتر 1 2 وناو يو كان سي مي. واخرج مسلسل لوبين اللي بيتكلم عن حياه ارسين لوبين على نتفليكس الفتره الاخيره، وعمل برضه مع نفس الممثل اللي هو عمر سايد ذا تيك داون. فهو بيقدر يطلع نمط من الافلام فيها اكشن متميز جدا، وفي نفس الوقت الريتم بتاع الافلام بتاعته لحد ما سريع او متراحل. ولكن الاهم من كل ده ان الفيلم كله يعتبر فيه نسبه تماسك عاليه، الاحداث او الشخصيات كلها لا تلقى عبثا، وغالبا ما فيش شخصيه بتخش اللي بيتم الاستفاده منها، واللاين بتاعها بيتقفل بصوره منطقيه لحد ما. لو انت كنت بتابع الافلام اللي فاتت يعني، لو انت فاكر له افلام من الافلام اللي انا لسه جايب سيرتها دلوقتي، اداء الممثلين هنا فارق الى حد كبير. وتحديدا لو عايز اتكلم على شخصين، خلينا نتكلم عنهم كمان شويه، ولكن يعني اداء فين ديزل لا جديد، الاصرار على التاكيد على قيم العائله وارتباط شديد بعيلته واصدقائه، دي حاجه اساسيه، ويمكن دي احد المميزات اللي ربما بتشد الناس او الاسر ان هم يتفرجوا على افلام اكشن زي كده. ولكن هو بيعزز جدا القيمه دي وهو بيقدم الفيلم. اضافات شخصيه زي شخصيه سايفر هنا كانت شخصية مفيدة جدا على نطاق تطور الأحداث أو السسبنس الموجودة، ولكن دراميا إلى حد الآن مفيش استفادة كبيرة منها. تم استغلال طبعا النجاح اللي عمله ألان ريتشسون في مسلسل كير ريتشارد، فتم تقديمه هنا في دور جيد جدا ودور فيه مفاجأة فعلا. بقية الشخصيات على قد ما أنت بتتوقع منها، سواء نطاق الكوميديا أو القفشات اللي موجودة ما بين أصدقائه، أو نطاق الأكشن المتجهم اللي بيقوم بيه جيسون ستيتم هنا. انا كنت شفته في الاعلانات ولكن فوجئت بيه هو طالع بس في النص التاني من احداث الفيلم، وكان امر بالنسبه لي مفاجئ. ولكن بعد كده فهمت لما هم هيكملوا الجزء الثاني او الثالث، فانا فهمت ان هم مكملين. وزي ما قلت لك ان في مفاجاه كبيره جدا في احداث الجزء الاخير خالص، او مش من المشاهد الاخيره اللي اعتقد بعد نزول الاسامي في مفاجاه كبيره قوي. ولكن في نقطتين او 3 نقط لازم اتكلم عنهم. اولا مشاهد الاكشن الفيلم جيده جدا، ممتعه لحد كبير. الصراعات الشخصيه او الثنائيه اللي دايما موجوده ما بين لاينات مختلفه كده، سواء على المستوى النسائي او حتى على مستوى الافراد الرجال، معموله برضه بطريقه ظريفه جدا. التقديمه بتاع شخصيه اخو دومينيك توريتو اللي قام بدورها جون سينا وكانت موجوده في الجزء اللي فات، كانت سيئه جدا في الجزء اللي فات، كانت شخصيه بارده الى ابعد الحدود. ولكن هو هنا اعتقد ما اعرفش عمل تحويله غريبه، او يمكن في تطور فعلا مميز في اداء جون سينا في الاعمال الاخيره. كنت حتى في عمل بيس ميكر لما عمله فارق جدا على الشاشه، قدرته بقى في التحرر في تقديم الشخصيه، الانطباعات الخفيفه، الكوميديا اللي طالعه منه هنا
في الفيلم هنا حتى معموله بطريقه جيده جدا، والشخصيه بتاعته من امتع الشخصيات الموجوده في الفيلم كلها. ولكن النقطه بقى اللي عايز اشير بيها، ويمكن انا عملت الفيديو ده في مخصوص عشانها، لان انا شايف ان انا كنت عايز اتكلم عنه في افلام تانية قبل كده، ولكن لسه ما عملتش فيديوهات ليها. ولكن الاستخدام اللي بيحصل لجيسون موموا ممتع جدا 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 بالنسبه لي. عمليه التحول من شخصيه اكشن متجهمه في بداياته خالص، والناس بقى اللي اتفرجت على جيم اوف ثرونز في اوله خالص، ويمكن افلام تانية، ولكن عمليه التحول ان انا كل واحد بدا ياخده ويوظفه بطريقه مختلفه في افلام مختلفه. من افلام انا عايز اتكلم عنها قريب، ولكن اختياره هنا في شخصيه الفيلن اختيار ممتاز رائع، نقل الفيلم في حته تانية، قادر ان هو يقوم بفكره ان هو الشخصيه الشريره القادره على مواجهه دومينيك توريتو. مع عيب واحد في الكتابه، ان هو لغايه دلوقتي ما وضح لناش المصادر القوه الرهيبه اللي هو جايبها، القوه الماديه او الدعم اللي هو بيلاقيه جايبها منين، اللي هي لغايه دلوقتي ما اتفسرش بصوره كبيره على الشاشه. هي تقدم الباست بتاعها الماضي، وازاي ان هو شخصيه غير متزنه، شخصيه تسعى للانتقام، شخصيه كان على علاقه قويه بشخص تم الاضرار بيه من عائله توريتو. ولكن هو جايب منين الجبروت ده او الفلوس الجباره دي حاجه لسه اعتقد ما اتشرحتش بصوره جيده في الفيلم هنا. ربما هيشرحها في افلام بعد كده، ولكن اختياره بقى كتأدية شخصيه فيل هو عملها كذا مره قبل كده، ولكن معموله هنا بصوره جيده جدا، الصوره ممتعه جدا، وهو طلته على الشاشه حلوه قوي. ده الشخصيه اللي بتمنع ما بين الجنون والقوه الجسديه، وفي نفس الوقت بعض علامات التخنث والمكر او الدهاء الشديد الموجود عنده. دي كلها خلطه هو عاملها بطريقه رائعه على الشاشه فعلا. فهو اعتقد ان اقوى اضافه او احسن حاجه انك تعمل بيها خاتمه سلسله افلام فاست اكس، انك تجيب فيلن بالطله دي وبالظهور وباللمعان ده. فده هو طالع من السينما. الفيلم طبعا في السينما، وزي ما انا برضه بحب دايما اكد في الفتره الاخيره، الفيلم لو على شاشه كبيره مع نظام صوتي جيد انت هتستمتع بيه بصوره كبيره جدا. وانا خارج من السينما انا كنت راضي وكنت مستمتع جدا، وكنت متشوق ان انا اشوف جزء او اجزاء جديده، اشوف الدنيا هتمشي ازاي وهيقفل صراع او كم الصراع الموجود بين الشخصيات دي ازاي. على عكس كنت خارج من الجزء التاسع وانا عمال اضحك على نفسي كاني كنت بتفرج على فيلم كوميدي بالظبط. عموما نشوف الدنيا رايحه فين وامتى الجزء اللي جاي هينزل، واتمنى ان مسار الاحداث او مسار التفوق بتاع الفيلم ده يكون افضل واحسن في اطار افلام الاكشن الممتعه اللي احنا يعني ما بنزهقش منها. تحياتي.